السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير وبأفضل حال ودايما تكونوا كويسين. اهلا بيكم في قناة درس مع منى. قبل اي حاجة ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك بالقناة وتفعلوا الجرس، وكمان تكتبوا لي كومنت جميل زيكم وتعملوا شير لاصدقائكم. فالنهارده بقى نشرح درس فالق الحب والنوى في اللغة العربية، وده طبعا درس قراءة. وطبعا يا أبطال، بمناسبة ان رمضان خلاص مش باقي عليه غير ايام بسيطة، فكل سنة وانتم طيبين جميعا ورمضان كريم عليكم. وطبعا اسفة جدا ان اتأخرت عليكم في تنزيل الفيديوهات، فمش هتأخر تاني. النهاردة بقى يا أبطال ما ننساش ان احنا نحط لايك للفيديو وتشجعوني علشان استمر. فالنهاردة هنشرح درس فالق الحب والنوى، ويلا نبتدي. زي ما قلنا في بداية كلامنا في فيديو النهاردة ان احنا نشرح درس فالق الحب والنوى. طبعا الجملة دي عبارة عن ان بنتكلم عن قادر على كل شيء، وان هو يقدر يعمل كل حاجة، فهو ان هو يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. يعني مثلا الفرخة او الدجاجة دي بتخرج لنا بيضة، البيضة دي طبعا هي جماد، يعني لا تسمع لا ترى لا تتكلم، بمعنى اصح ان هي جماد. البيضة دي تقدر ان هي تخرج لنا يعني فرخة صغيرة، دي برضو حية. تمام، يبقى كده عرفنا بطريقة مختلفة ان ربنا يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. تمام. طبعا درس فالق الحب والنوى اللي عمله لنا دكتور زكي نجيب محفوظ. وطبعا بقى النهارده هنبدأ نتكلم عن حاجتين، وهما حبة القمح ونواة التمر. بس قبل اي حاجة طبعا ان الدرس ده عن فالق الحب والنوى اللي عمله لنا او اللي كتبه اللي هو الكاتب دكتور زكي نجيب محفوظ، كان بقى يدعونا الى التأمل في خلق الله. فالنهاردة هنتكلم عن حاجتين، حبة القمح ونواة التمر. اول حاجة طبعا حبة القمح دي بتبقى يعني زي نبات او حاجة كده، بيخرج منها عود طويل جدا. العود ده بيطلع منه سنابل، 7 سنابل، في كل سنبلة من دول 100 حبة. شايفين عظمة الله وقدرته عز وجل، ان هو حبة القمح دي يعني ال7 سنابل بيطلعوا لنا 700 حبة قمح من دول. يعني حاجة صغيرة جدا طلعت لنا حاجة كبيرة جدا، وطبعا ده يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى. اما بقى نواة التمر طبعا هي بتبقى نخلة عملاقة جدا، بتطلع لنا بقى بلح او تمر احمر وتمر اصفر وهكذا. وطبعا عارفين احنا البلح والتمر وهكذا، فبتتحول لنخلة عملاقة. ان هي حاجة بتبدأ ان هي بتبقى صغيرة في الاول خالص، بعدين بتبقى حاجة كبيرة. فهنبدأ بقى نقرأ الدرس، نخرج منه الدروس المستفادة من الدرس ده، او هنستفاد ايه يعني من الدرس ده. هنا بقول ايه؟ انك لا تنظر الى حبة القمح او نواة التمر فتحسب انك تنظر الى قطعتين من الجماد الاصم الاخرس. يعني ان حبة القمح دول ونواة التمر يعني مهما ان انت تبص لهم نظرة واحدة كده بتحس ان هي يعني حاجة لا بتسمع ولا بتتكلم ولا بتشوف حتى. تمام، يعني ان هما حاجة ملهاش قيمة، جماد كده. تمام، كأنهما حصاتان ألقت بهما الأحداث. حصاتان يعني طوبتين أو حجران صغيران. ثم أهملتهم على أرض يباب. وطبعا أهملتهم على أرض يباب يعني أرض خراب، يعني أرض بس مش يعني إيه الحاجة الوحيدة فيها إن هي مش عامرة بالخير. تمام. وقلما، مش كلما بقى، دي حاجة تانية. قلما دي يعني نادرا اللي بيحدث الحاجة دي. وقلما يطوف بذهنك أن ما أمامك خزانتان اختزنتا طاقة حيوية جبارة القوى. يعني ان هي حاجة كويسة. خزانتان يعني حاجة كده اللي هي بتتخزن فيها الاماكن، يعني مكان بيتخزن فيه الحاجات. تمام. اختزنتا طاقة حيوية جبارة يعني عظيمة ورائعة. تمام. تنتظران الظروف المواتية، يعني الظروف الملائمة او الميسرة، اللي هي الظروف المناسبة علشان تخرج لنا ثمار اللي هي حبة القمح نواة التمر وهكذا. ومعها مشيئة الخالق، يعني بقدرة ربنا عز وجل هتخرج كل حاجة مع الظروف الملائمة طبعا للحاجات دي علشان نقدر نخرجها. جلت قدرته وتدبيره وحكمته. هنا بقى الفكرة التانية في الدرس بقولك مظاهر قدرة الله في حبة القمح. بيقول ايه بقى؟ إذا بحبة القمح تتفتح عن عود حي يتغذى من الأرض طعاما ويرتوي من ماء المطر شرابا. يعني لما بالدنيا، يعني الدنيا لما بتمطر أي نبات، طبعا دي حاجات يعني معروفة، أي مطر بقى بنزل على النبات ده بسقيه أو برويه من المطر ده، ودي حاجة كويسة، حاجة إلهية يعني من ربنا عز وجل. ويستمد من الهواء والمياه فاعلية ونماء.
يعني ايه بقى؟ يعني تفاعل او تأثير. النماء يعني ارتفاع، العود ده بيبدأ يرتفع ويكبر ويطلع لنا ثمار وهكذا حتى ينتهي الى حمل من سنابل. طبعا قلنا كل عود في سنابل، وفي كل سنبلة يعني في 7 سنابل كده في العود، وفي كل سنبلة 100 حبة. فيبدأ بقى ان هو يطلع العود ده وفي سنابل بقى كتير. السنابل دي اللي هي بتكون جزء من النبات اللي احنا زرعناه في الحب بقى بتاع النبات اللي احنا عملناه ده. تحمل كل سنبلة منها حبات من القمح تعد بالعشرات. تمام، دي الجزء الثاني. اما بقى بالنسبة للفقرة الثالثة، مظاهر قدرة الله في نواة التمر. زي ما قلنا بقى الفكرة الثالثة بقول ايه بقى؟ وكذلك تتفجر نواة التمر عن عملاقة من النخل. يعني طبعا معروف جدا ان البلح او التمر بيكون في نخل، ومعروف جدا برضو ان النخل ده بيكون طويل جدا، بتكون النخلة ما شاء الله اللهم بارك، بتكون نخل عملاق. تمام، ترفع رأسها لتبلغ ما بلغته الأبراج العالية. يعني بيقول لك النخلة دي ممكن يعني بتكون مستواها كده زي مستوى الأبراج اللي هي بتكون العالية، لولا أن هذه الأبراج البشرية مصمتة الصخر لا فعل لها ولا تفاعل. يعني ايه مصمتة؟ يعني جامدة كده، ان هي حتى برضو جماد، ما فيش يعني اي حاجة بتفيدنا من الأبراج دي او الجبال دي يعني. وأما النخلة الصامقة، النخلة الصامقة بقى اللي هي مرتفعة أو العالية يعني، فمن عناصر الأرض طعامها ومن غيث السماء سقياها، تحمل في جوفها سر الحياة لتطرحه كل عام عراجين مثقلة بثمارها حمراء أو صفراء كأنها عناقيد الياقوت والذهب ساطعة في ضوء الشمس. تمام، هنا بقى بعد كده بيقول اللهم سبحانك أمن التراب ألوان بهية وطعوم فيها حلاوة. المقصود كله من الدرس ده ان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي يقدر يعمل كل حاجة. آخر فكرة بقول ايه؟ فانظر يا أخي إلى الفارق البعيد، بينما رأته العين حبة ونواة كانتا في رؤية عين كأنهما جماد لا يحس ولا يعي، فإذا هما وقد شاء لهما خالق الكون أن تواتيهما عوامل الغذاء والماء والهواء والضياء تبديان العجب وتخرجان العجاب. المهم من الفيديو ده اصلا ان حبة القمح ونواة التمر برضو بيخرجوا او بيطلعوا ثمار ونبات بقى وسنابل، وطبعا زي ما قلنا في كل سنبلة 100 حبة، فالسنبل الواحد اللي هو العود الطويل بيطلع لنا 700 حبة او يعني قمحة. يعني وكل ده بسبب قدرة الله عز وجل، ان هو قادر يعمل ان هو كل حاجة هو بايده ان هو يخرج النبات ده او الثمار دي. وبرضه بسبب الظروف الملائمة، يعني عاوز مثلا جو مشمس، جو حلو علشان يخرج الثمار ده، مية بقى ونرويه طول الوقت وهكذا، عشان يقدر ان احنا نستثمر او الحاجة دي يعني ناخدها، يعني الثمار دي بناخدها بقى يعني في الاراضي وكده. تمام، وبس كده يكون فيديو النهارده خلص. اتمنى فيديو النهارده يكون عجبكم. ما تنسوش اهم حاجه تعملوا لايك وشير وكومنت وسبسكرايب كمان، وتفعلوا الجرس وتعملوا شير لاصدقائكم علشان الكل يستفيد من القناه دي. واهم حاجه برضو تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، ورمضان كريم. ما تنسوش بقى يا ابطال اكتبوا لي تحت في الكومنتات عايزين فيديو ايه تاني، وطبعا ان شاء الله هستمر في تنزيل فيديوهات يعني متواصل باذن الله. هنعمل مراجعات في كل المواد وحل وكل حاجه، بس ان شاء الله ما تنسوش بقى تشجعوني علشان استمر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كنت معكم منى وجيه، والى اللقاء.